الفيديو ده ممل جدا، بس انا هسألك سؤال واحد. انت هنا ليه؟ اقفل الفيديو واخرج بره، ده لمصلحتك. هل ممكن الإنسان يتحول لحجارة أو حديد؟ تخيل كده بعد ما الواحد يموت مش بس جسمه بيتحلل، لا ده ممكن يتحول لحجر أو حتى معدن زي الحديد. ممكن تقول كده خيال علمي، بس العلم الحديث بيأكد إن ده فعلا بيحصل في ظروف معينة. والأغرب من كده إن القرآن أشار للموضوع ده من أكتر من 1400 سنة بآيات قوية جدا. عمرك فكرت ازاي الإنسان ممكن يرجع تاني للحياة حتى لو كان بقى تراب أو حتى معدن صلب؟ في الحلقة دي هنعرف الحقيقة العلمية، وهنشوف ازاي العلم بيأكد كلام القرآن بطريقة تخليك تعيد التفكير في حاجات كتير. خليك معايا للآخر، لأن الحلقة دي ممكن تكون من أكتر الحلقات اللي هتخليك تفكر بجد. طيب هناك احتمالية علمية إن يتحول رفات الإنسان إلى مواد أخرى زي الحجارة؟ ايوه، رفات الانسان ممكن تتحول لحجاره، والعمليه دي بتسمى فوزيلايزيشن او تحجر العظام. ودي بتتم لما بندفن العظام في بيئه غنيه بالمعادن زي التربه الغنيه بالكالسيوم او السيليكا. مع مرور آلاف او ملايين السنين بيتم استبدال المعادن الموجوده في المواد العضويه في العظام، وده بيخليها صلبه كالحجر وتتحول الى احافير. والعمليه دي بتحصل في بقايا الكائنات الحيه اللي بتندفن في ظروف مناسبة للحفاظ عليها علشان ما تتحللش تماما. طب هل رفات الإنسان ممكن يتحول ويبقى حديد؟ أيوة، وتعرف الظاهرة دي بالمينراليزيشن أو تحول الحديد. في بعض البيئات الغنية بالحديد ممكن أن العظام والمواد العضوية تتفاعل مع أكاسيد الحديد، وده بيؤدي إلى ترسب الحديد داخل العظام، وبالتالي تصبح صلبة أو حتى تتحول إلى مواد غنية بالحديد. كمان في عمليات طبيعية معروفة باسم التحضر المعدني، وده أن المعادن التقيلة بتحل محل المادة العضوية، وده بيؤدي إلى تكوين أشكال تشبه الحديد أو غيرها من المعادن. والسؤال الأهم، هل من الممكن أن يتحول الإنسان إلى شيء آخر؟ أيوة، زي الكربون النقي أو الألماس الصناعي. بعض الشركات بتاخد رماد جثث المتوفين بعد حرقهم وتحوله إلى ماس صناعي عن طريق تعريضه لضغط وحرارة مرتفعة جدا، لأن جسم الإنسان بيحتوي على نسبة عالية من الكربون. كمان النفط والفحم على مدى ملايين السنين ممكن كمان تتحول البقايا العضوية بما فيها بقايا البشر إلى مواد زي النفط أو الفحم لو تعرضت للحرارة والضغط العميق في باطن الأرض. كمان التربة والمواد العضوية في الغابات أو البيئات الرطبة بتتحلل الجثث وتتحول إلى مواد عضوية تندمج مع التربة، وده بيخليها جزء من دورة الطبيعة. الإعجاز هنا في القرآن في الآية عندما قال الله تعالى: قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم. الإسراء من الآية 50 إلى 51. ودي إشارة إلى أن الإنسان حتى لو تحول إلى أي مادة صلبة أو قوية فإن الله قادر على أن يبعثه من جديد. والمعنى في الآية يسبق العلم الحديث، لأن الإنسان قد يتحول بالفعل إلى حجارة أو معدن أو أي مادة أخرى، ولكن ده لا يمنع إعادة خلقه.